وهو ده سر حلاوة المكرونة بطريقة النهاردة. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير ان شاء الله. لو ما جربتيش المكرونة بالطريقة بتاعتنا دي النهاردة يبقى فايتك كتير قوي. مكرونة بتتعمل في دقايق وريحتها وطعمها يجننوا. وصفة سهلة وسريعة وكل مكوناتها موجودة عندك في البيت. وصفة عشاء صحية ومغذية احسن من الاندومي بكتير لولادنا. يلا نسمي الله ونشوف المكرونة الخطيرة بتاعتنا دي هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدأ يا بنات، حابة افكركم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو مع كل اصحابكم. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يشرفني ويسعدني تشتركوا عندي. وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. وعلشان نعمل وصفتنا النهاردة محتاجين كيس مكرونة 400 جرام. ممكن تستخدمي اي نوع مكرونة، مش لازم اسباجيتي. ومعايا 5 حبات طماطم متقطعين مكعبات صغيرة، 3 بصلات متقطعين برضو مكعبات صغيرة، ومعايا فلفل عادي وفلفل حار، وجزرة متوسطة مبشورة، 4 معالق كبار صلصة طماطم، فصين توم مفرومين، ومكعب مرقة ممكن تستخدميه وممكن تستغني عنه لو انت ما بتحبيش مرقة الدجاج. ومعايا زيت نباتي او اي نوع زيت بتفضليه. والبهارات اللي هنستخدمها النهاردة: ربع معلقة صغيرة شطة ودي اختياري، نص معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة من الملح. ولو مش هتحطي مرقة الدجاج هتحطي معلقتين صغيرين ملح. بعد كده هنجيب الطاسة الحلوة بتاعتنا او اي حلة هنسوي فيها المكرونة، وهنحط المكرونة ونحط عليها مكعبات البصل باي رص عشوائي او تعمليها زي ما انا عاملاها كده. وهنحط مكعبات الطماطم والفلفل والجزر. وعلى فكرة ممكن كمان تستخدمي معاها صدور فراخ او لحمة مفرومة او بسطرمة او سجق، اي حاجة انتي عايزاها. وبعد كده حطيت عليهم صلصة الطماطم ومكعب المرقة بفتته بايدي كده واوزعه عليهم. وحطيت كمان فصين الثوم المفرومين، وحطيت عليهم ربع كوباية زيت علشان المكرونة ما تعجنش مننا ولا تلزق في بعضها. اظن بقى لحد دلوقتي مفيش اسهل من كده، كل حاجة بنحطها في الطاسة مع بعضها. بعد كده هنولع النار ونحط المية المغلية، ولازم تكون مية مغلية علشان المكرونة ما تعجنش مننا. ونخلي بالنا يا بنات من كمية المية اللي بنحطها. هنغطي بس وش المكرونة والخضار ونقلب المكرونة تقليبتين كده علشان ما تلزقش في بعضها. بفكها بس كده من بعضها. وبعد كده جبت التوابل قلبتهم مع بعض ورشتهم على وش المكرونة، وحطيت لهم كمان نص معلقة سكر ابيض، وده علشان تعادل حموضة الصلصة والطماطم وتخلي المكرونة طعمها حلو. وبغطي عليها وبسيبها لحد ما تبدأ تستوي وتدخل في السوا. لو لقيتها بعد كده محتاجة مية بزود لها مية مغلية، ما بزودش من الاول علشان الخضار بينزل مية كتير. اول ما تبدأ تغلي وتتشرب ميتها شوية بهدي عليها النار. تقريبا كده بيكون بعد 5 دقايق. ودي المكرونة بتاعتي بعد ما عدى 5 دقايق وطيت عليها النار. شايفين المكرونة بدأت تدخل في السوا والخضار نزل ميته. لو لقيتيها محتاجة تتزود مية شوية اكتر على ما تستوي ويكون الصوص بتاعها كتير، زودي شوية مية. عايزة الصوص بتاعها يكون قليل، سيبيها وتابعيها كل شوية قلبيها لحد ما تستوي. وعايزة اقول لكم ريحتها كانت خطيرة. وهنا المكرونة بتاعتي بعد ما استوت، مش قادرة اوصف لكم بقى الحلاوة ولا الريحة ولا طعمها، حاجة كده تجنن. سر حلاوة الطريقة دي ان المكرونة بتستوي في الصوص بتاعها، الصوص اللي نازل من كل الخضار اللي استعملناه في الوصفة. المكرونة بتستوي فيهم وتتشرب من كل الطعم والنكهات الحلوة دي. وهو ده سر حلاوة المكرونة بطريقة النهاردة. وكده المكرونة الحلوة بتاعتنا جاهزة للغرف، وبألف هنا وشفا. هستنى رأيكم تكتبولي في الكومنتات. ودي كانت وصفتنا البسيطة بتاعت النهاردة. بتمنى من كل قلبي الوصفة تكون عجبتكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا شير مع كل اصحابكم علشان الفيديو يتشاف اكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يشرفني ويسعدني تشتركوا في قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. وما تنسوش يا بنات تفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. سلام عليكم.